عشان اكون صريحة معاكي، الفيديو ده فيه جزء شخصي، كلام انا دايما بفكر بيه نفسي، لاني الموضوع ده متغير. مش دايما بنبقى بنحب نفسنا، او مش دايما بنبقى بنكره نفسنا. دايما بيجي علينا وقت بقى مشاعرنا متغيرة، ولكن في حاجات ثابتة فكري نفسك بيها دايما. الفيديو ده من الفيديوهات المهمة اللي انا هعملها، لاني كل كلمة فيه، هو اولا كل الفيديوهات اللي بعملها مفيش خالص سكريبت، اللي بحسه بقوله لكم، ببقى مجهزة الموضوع وبيطلع الكلام كده. فلو انتي عندي من بدري اكيد لاحظتي ده. ليه مش بتحبي نفسك؟ السؤال ده صعب قوي لو سألتيه، وغالبا مش هتلاقي رد صريح. يعني نفسك هتقول لا انا بحبها، انا عملت كتير علشاني، ده انا اشتريت حاجه معرفش ايه، لا انا اهم حاجه انا عايزه كذا وكذا وكذا في العلاقه، انا مهم عندي اللي قدامي يقدم لي ويقدم لي ويقدم لي. لحظه، مش مهم انت عايزه ايه، مش مهم انت عايزه ايه من الاشخاص اللي في حياتك، المهم انت بتقدمي ايه لنفسك، المهم انت مع نفسك بتشوفي نفسك ايه، صورتك الشخصيه عن نفسك ايه. يعني ايه يا نرمين صورتي الشخصية عن نفسي؟ يعني انتي بتشوفي نفسك شخصية فيها صفة واحد اتنين تلاتة اربعة، فيها 10 صفات ايجابية وتلاتة سلبيين، ده شيء طبيعي. احنا مش ملايكة، عادي ان احنا يبقى عندنا صفات سلبية نحاول ان احنا نقللها، نقلل تأثيرها على غيرنا وتأثيرها على نفسنا، ده شيء طبيعي. ولكن اللي مش طبيعي ان احنا نبقى مركزين مع سلبياتنا ومتجاهلين كل الحاجات الحلوة الكتيرة اللي فينا. بجد اكتر حاجة هتلاقيها مش منطقية ان انتي عينك الحلوة مع الناس، البنت دي طيبة، البنت دي شخصيتها جميلة، قد ايه البنت دي حلوة، قد ايه مش عارفة ايه، وتقعدي كلام البوزيتيف كله بيطلع للناس. طب انتي حضرتك انتي محتاجة تسمعي كلام حلو، اشمعنى الكلام الحلو ده تقلل شخصيات؟ واشمعنى انتي كريمة قوي لما بتتكلمي عن غيرك؟ طب ما نفسك هي الاولى، مش عيب ان انتي تبقي انانية، انتي الاول وبعدين اي حد. ما هو اقولك على حاجة، الناس معرضين ان هم يخذلونا، كلنا، مفيش حد مش معرض للخذلان، للخيانة، للهجر، لأي حاجة. لو اللي هجرتك وخذلتك هي نفسك، دي كارثة. كل الحاجات ممكن نحاول نعمل موف اون منها، ولكن خذلنا لنفسنا، صورتنا عن نفسنا، تسامحنا لنفسنا، مش عيب ان انتي تغلطي، مش عيب خالص، خليكي متسامحة مع نفسك. انتي اكيد في ناس سامحتيهم، في ناس بتبص لهم بنظرة تعاطف، في ناس بتعدلها. عدي لنفسك الكلام الحلو اللي انتي بتعمليه لغيرك، اقعدي كده مع نفسك فكري ايه الحاجات الحلوة اللي انا بعديها لغيري، ايه الحاجات الحلوة اللي انا بشوفها في غيري، سواء شكليا، في صفة، في اي حاجة في الشخص. الحاجات دي قدميها لنفسك، لان الحاجات اللي انتي بتعمليها هي اكتر حاجة انتي محتاجاها. فاقد الشيء وبيعطيه، هو فعلا محتاجه، محتاج ان هو بقى يديه لنفسه. مش بيقولك فاقد الشيء لا يعطيه، هو لا يعطيه لنفسه، مش لا يعطيه لحد، هو بيديه لحد وشاطر فيه قوي. يعني انا ممكن في حاجات ابقى فعلا انصحك فيها واقول لك كلام انت فعلا محتاجاه، بس اوقات انا بأثر مع نفسي فيه. عادي، انا اهو صريحة معاكي، في اوقات مش ببقى مثالية قوي زي الفيديوهات، ساعات بغلط، بس المهم ان انا افوق بسرعة. بغلط، فوقي، فوقي، انتي بتنصحي غيرك، فوقي، انصحي نفسك. الصفات دي، الكلام ده انتي محتاجاه، الكلام ده انتي محتاجاه، اديه لنفسك. فخليكي كريمة قوي مع نفسك، عامليها ان هي ايه، لحظة هوريكي تعمليها ان هي ايه. شايفة؟ شايفة دي؟ دي دي انا كنت في مكان بتاع اطفال، لعب اطفال، كنت بشتري لعبة لابني، فشفت دي وحسيت احساس طفولي قوي من ناحيتها، انا عندي 30 سنة، فليه ايه الاحساس ده؟ حسيت ان انا عايزه اجيبها، ان انا صغيره ومحتاجه قوي اشتري لعبه، ونفسي قوي في عروسه، وكان عندي دايما مشكله ان انا ما عنديش عرايس كتير وانا صغيره، لاني كنا 4 بنات، فاللعب كانت متنقله يعني، ما كانش في حاجه سبيشال. المهم ان انا اول ما شفتها حسيت ان دي نرمين الصغيره، بقيت اعمل نفسي نرمين انت عايزه ايه، واحطها قدامي كده، ابص عليها احس ان انا بص على نفسي. لو مش بتعرفي تبصي في مرايه وتكلمي نفسك، هاتيلك حاجه زي كده حطيها قدامك واعتبريها ان دي انت،
دي اللي انتي بتكرنج بيها، انا ههتم بيكي، انتي مسؤولة مني اللي هو انا. ده مش هيخلي عندك انفصام عشان مخك ما يروحش لبعيد، ولكن اعتنائك بنفسك. كل نسخة مننا واحنا صغيرين خلاص مش راجعة تاني. انتي كل ما بتتغيري، شفت الجلد لما بيغير شخصيتنا بتقعد برضو تتغير زي كده. الجزء بقى اللي مهم قوي ان هو تتمسكي بيه وتخليه مش مجرد قشرة ووقعت، الجزء اللي مرتبط بالطفولة، اللي فيه أي حرمان، سواء حرمان في لعبة زي كده، سواء حرمان في صفة معينة، سواء حرمان في كلمة حلوة كنت محتاجة تسمعيها، في أي حاجة بقى حطي نفسك كده وشوفي انتي ايه الكلام اللي محتاجة تسمعيه وقوليه لنفسك. مش احنا لما بنحب شخص بنبقى شايفينه قدامنا كتير، بنتعامل معاه كتير، محتاجة ان انتي ما تهربيش من نفسك، محتاجة ان انتي تواجهي في مشاكل اتكلمي فيها كأني في، شفتي عقلك الواعي اللي بيتكلم معاكي شخص، هو شخص تتكلمي معاه. خلي بالك من الانفصام بينهم شعرة. انتي عاملي نفسك ان انتي، انا مسؤولة عن نفسي، مسؤولة اسمعها كلام حلو، مسؤولة اهتم بيها، مسؤولة زي ما انا ببص للناس برحمة وتعاطف ابص لها برحمة وتعاطف. الحاجات دي لو اشتغلتي عليها والله هتحبي نفسك. والله عن تجربة من واحدة ما كنتش احسن حاجة في حب الذات، ولكن مع التجربة والكلام الكتير اوقات بقع، بس نسبة وقوعي بقت كام؟ بقت 10%، 90%. لا، شغالة دايما، شغالة شغالة. شوفي تأثير ده عليكي زي ما تأثير الكلام الحلو على الناس تأثيره على نفسنا برضو كده. مش ان انت تقومي تقولي 10 مرات انا جميلة انا حلوة انا طيبة انا طيبة انا طيبة. انا عارفة ان تكرار الجمل ليها تأثير، وان العلم ده تمام وانا مقتنعة بيه، ولكن اللي نقتنع بيه اكتر الرحمة بالذات، التسامح مع الذات، ان انا اعتني بنفسي كاني طفل صغير محتاجة اديله كل حاجة. ههتم بيه ازاي لو انا مسؤولة عن طفل؟ اي خلل بتعمليه يبقى انت محتاجة تصلحيه. اي خلل او حاجة مش مقتنعة بيها ومش عارفة تقوليها لنفسك صلحيها. مش مقتنعة ان انت طيبة، شوفي ايه الحاجات السلبية اللي بتعمليها. ايه ده، في حاجات سلبية، خلاص انا هسامح نفسي وهغلط وهتعلم ان انا ما اغلطش. عادي، كل البشر عندهم اخطاء، انا ما اعرفش عن اخطائهم، انا عارفة عن اخطائي هسامح نفسي بيها، وكل مرة هتعلم ان انا ما اعملهاش. انا بكبر عشان اتعلم، او انا عايشة ليه اصلا؟ الحياة امتحان، الحياة رحلة. هل الرحلة هتبقى سالكة 100%؟ مش لازم تبقى الحياة مثالية وبرفكت 100%. المثالية احنا اللي نخلقها لنفسنا بالإحساس اللي احنا نحس. تعاملنا مع الواقع هو اللي هيخلق الحياة المثالية، ردود أفعالنا اتجاه نفسنا واتجاه المشاكل اللي بنمر بيها هو اللي هيخلق حياة مثالية. مش عايزة أطول عليكي في الفيديو عشان الفيديو كان هيطول قوي مني، ولكن لو عايزة بارت 2 من ازاي نحب نفسنا سيبيلي كومنت واعملي اشتراك في القناة، لأن هو بيفرق معايا قوي في إن أنا أستمر. أشوفكم في فيديو جديد. باي.